السلام عليكم، اهلا بيكم. ان شاء الله تكونوا جميعا بخير. عيد فطر مبارك عليكم وعلى الامه الاسلاميه. النهارده هنعمل مع بعض حاجه جميله بنعملها دايما في عيد الفطر، وهي البيتي فور. كلنا متعودين دايما نعمل البيتي فور بزبده، وكمان دايما نكون رابطين ان احنا نعمل البيتي فور يكون عندنا عجان او يكون عندنا مضرب كهربائي، ونفضل نضرب كتير. انا عملته النهارده معاكم في الخلاط، وبجد النتيجه حلوه قوي. البيتي فور طالع جميل كده ودايب دوب، وهيعجبكم النتيجة جدا ان شاء الله، والطعم جميل جدا زي ما انتم شايفين. مش هتفرقوه ابدا عن اللي معمول بزبدة او كمان اللي معمول بخطوات كتيرة، ونضرب البياض ونضرب الصفار والكلام ده. عملته معاكم النهاردة بسهولة خالص، هتقوموا تنفذوا معايا الخطوات وهيكون سهل وبسيط معاكم بإذن الله. والنتيجة انه هيكون دايب وجميل قوي وطري جدا. عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، واللي بيشوف قناتي لأول مرة ينورني ويدوس اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. أول حاجة هيكون معانا كيلو من الدقيق بما يعادل 7 أكواب معيارية. هننخله كويس كده مرة أو 2، بس هو مرة هيبقى تمام جدا، لأني أنا هنا مستخدمة الدقيق العادي خالص اللي هو الدقيق الفاخر. لو استخدمنا دقيق الكحك والبسكوت فمش هنحتاج ان احنا ننخله خالص. هنضيف عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر ومعلقة صغيرة من الملح، وبلاش ازود البيكنج باودر عن معلقة صغيرة عشان مش هيديني نتيجة حلوة. هندمج كده المكونات الجافة مع بعض، وهيكون معانا 600 جرام سمنة بدرجة حرارة الغرفة، وتكون مذابة كده بالشكل ده. يعني لو متماسكة هحطها 3 دقايق في الميكروويف او اسخنها، بس ما تبقاش سخنة، يعني بس تفك من بعضها كده وخلاص. وهيكون معايا 2 بيضة كاملة، وكمان صفار بيضة تمام، وفانيليا، وهيكون معايا 200 جرام من السكر. هحط كده كل المكونات اللي انا قلت لكم عليها ما عدا السمنه. هضرب الاول السكر البودر مع البيض مع الفانيليا، هضربهم كويس قوي حوالي 5 دقايق مثلا، لحد ما يعمل فوم ابيض كده زي ما انتم شايفين، يتحول للون ابيض تمام. بصوا كده عمل فوم كده بالشكل ده. هبدأ بقى ان انا اضيف السمنة واكمل ضرب في الخلاط خالص بمنتهى السهولة. بصوا يعني الخطوة دي مش هتاخد معايا 10 دقايق اصلا، هيكون جاهز معايا الخليط السائل اللي هحطه على الدقيق. تمام كده الخليط بقى جاهز معايا. هبدأ انزل بقى واقلب كده مع الدقيق، وطبعا احنا يعني هنعجنه كده مع الدقيق، بس مش عجن، احنا مجرد ان احنا هنقلب المكونات كده وتندمج كلها مع بعضها تمام بالشكل ده. زي ما قلت لكم انا هبدأ ادخل الخليط السائل مع الدقيق، بلاش تعجنه عشان ما يعملش عرق ويدي نتيجة مش حلوه. بصوا العجينة جميلة ازاي وطرية جدا. هبدأ اقسمها نصين، نص هعمله بالشوكليت ونص هعمله اللي هو البيتي فور الابيض. النص اللي هعمله بالشوكليت هضيف عليه معلقتين من الكاكاو، اي نوع كاكاو عندنا ينفع جدا، هو مجرد انه هيدي لون. بس الخليط اللي هعمله بالكاكاو هزود عليه معلقتين سمنة، لكل معلقة كاكاو هزود قصادها معلقة سمنة، وهغطيهم واسيبهم يرتاحوا حوالي نص ساعة مثلا. هنا هيكون معانا بقى الادوات اللي هشكل بيها البيتي فور. هيكون معانا القمع ده، وبيكون فيه اشكال بالمنظر ده كده. كمان معانا القمع اللي هو لوحده من غير الكيس السيليكون او الكيس الحلواني، بيكون قمع كده لوحده. وده انا هشكل معاكم كل الكمية دلوقتي، سهل قوي واكيد عندنا كلنا، او حتى لو مش عندنا فمتاح بتمن رخيص قوي. دي بقى كمان مكنة البيتي فور لو عندنا برضو نقدر ان احنا نستخدمها، فيها اشكال كتير قوي ونقدر ان احنا نشكل بيها. بصوا زي ما انتوا شايفين انا شكلت بالقمع، بنسحب كده بس سحبة بسيطة تعمل شكل الوردة الجميل اللي قدامكم ده. وكمان شكلت معاكم بالكيس الحلواني، يعني زي المتاح عندكم تقدروا تشكلوه. العجينة اصلا حلوة قوي معايا، بصوا طرية ازاي وبتتشكل بمنتهى السهولة وانسيابية جدا. نحاول ان احنا في الصواني نحط البيتي فور الابيض مع البيتي فور اللي بشوكليت، عشان انا هعرف سوى البيتي فور من الابيض مش من اللي هو بالشوكليت. هبدأ ان انا اجهز الصواني بالشكل ده، ادخلها على فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 160، مش هياخد معايا اكتر من 10 دقايق وهيبقى جاهز معايا بالشكل ده.
بصوا ريحته جميلة، طعمه أجمل. للناس اللي كانت دايما بتقول مثلا بالسمنة ما بيديش نتيجة حلوة أو ما بيديش طعم حلو، لا بالعكس الطعم جميل جدا. وأنا عن نفسي زي ما قلتلكوا أنا عملت بالزبدة وبالسمنة، بجد محدش عارف يفرق اللي بالزبدة عن السمنة. لكن انا حبيت اعمل بطريقه سهله، وحبيت ان يكون في طريقه يعني كل المكونات تبقى متوفره عندنا في البيت. بصوا كده طري ازاي وحلو قوي ودايب دايب جدا، هيعجبكم ان شاء الله. بصوا مش مستحمل اصلا في ايدي ازاي، جميل قوي، جميل وطعمه حلو وحاجة جميلة فرحنا بيها الولاد، وعملناها بسهولة. بلاش نصعب كده على نفسنا، نقدر ان احنا نتصرف ونستخدم الحاجات اللي موجودة في بيوتنا ونعمل بيها اجمل حاجة، وكفاية ان احنا اللي عاملينها وضامنينها وحاجة نظيفة وجميلة. طبعا الكيلو عمل معايا كمية حلوة قوي. ونيجي بقى لخطوة التزيين كده الجميلة اللي هي بنسلة كده واحنا بنزينه. انا هنا معايا شوكولاتة انا مسيحاها على بخار مية، تمام، والفارماسيه الالوان وكمان اللي بالشوكليت. هبدا اني اخد بس معلقه صغيره جدا واحشي بيها، لو عندي مربى برضو ينفع جدا ان انا الزق كده كل اتنين مع بعض. وهبدا ان انا بالطرف كده انزل بس في خليط الشوكليت ده واحط في الفارماسي. شكله شيك جدا، مش هنفرقه عن الجاهز. وبجد كل اللي شافه افتكروا ان هو جاهز، مش حاجه معموله في البيت خالص، من شياكته طعمه الحلو المظبوط قوي. كمان من غير ما نلزق كل اتنين مع بعض، ممكن ناخد واحدة بس نغطسها كده في الشوكليت دي، وبعد كده نحطها في الفارماسي، برضو هتكون شيك جدا وحلوة قوي. لو مش حابين ان احنا يعني نخلي البيتي فورة كبيرة ونخليها واحدة بس بالمنظر ده، هيبقى جميل جدا جدا. وان شاء الله النتيجة هتعجب الكل بإذن الله، وهيكون بيتي فور كده يشرفك قدام اي حد ان شاء الله. يا رب يكون طريقتي في البيتي فور سهلت عليكم كتير ان شاء الله وتكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش اللايك، واللي بيشوف قناتي لأول مرة ينزل وينورني ويدوس اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ويا رب يكون عيد فطر كان حلو جدا علينا جميعا، ويبعد عننا اي شر، ويعود علينا وعليكم الايام بالخير والسعادة والهنا ان شاء الله. زي ما انتم شايفين النتيجة روعة، التزيين بمنتهى السهولة والبساطة. شايفين بقى كده لما نعمل حاجة جميلة في بيتنا بإيدينا، حاجة ضامنينها من غير خطوات مكعبلة وملخبطة وكتيرة وأدوات كتيرة وصعبة وممكن ما تبقاش متاحة عندنا في البيت. عملنا أكيد عندنا كلنا الخلاط، وأكيد عندنا كلنا الأدوات السهلة البسيطة، عملنا بيها البيتي فور الجميل ده اللي هيملى كده البيت فرحة وسعادة وهنا ان شاء الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جاي. مع السلامة.